بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي يعود للنادي الأهلي. الأهلي يستعد لكأس العالم للأندية. كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي ثابت كل واحد يضرب أخماس في أسداس، وعملوا المفاجأة 5 صفقات من العيار الثقيل للنادي الأهلي. ارمي الكارت يا حدوته. نطلع بالمستند الأول، مصطفى العش، لاعب بمركزين، لاعب ممكن يلعب باك، ممكن يلعب سيرد باك. المستند الثاني كلاشينكوف، اللي انا سميته كلاشينكوف السلوفيني. هيبقى كلاشينكوف ده يا جماعه هيحضر العفاريت كلها للفرع. كلاشينكوف ده هيبقى عفريت، وافتكروا كلامي، السلوفيني اللي جاي من سلوفينيا لعيب هيدي النادي الاهلي كتير، وافتكروا كلامي. المستند الثالث احمد رضا، لاعب بتروجيت اللي احنا تابعناه في الدوري المصري، لاعب خط وسط مفيد، لاعب بثلاث رئات في نص الملعب، لاعب نتمنى منه كتير على اللي احنا سامعينه منه. الصفقة الرابعة مش غريبة، جديدة قديمة على النادي الأهلي، محمود حسن تريزيجيه. جه من بيته لبيته، يعني خرج من البيت رجع البيت تاني، وقدم شوية تنازلات للنادي الأهلي عشان يتمم التعاقد مع النادي الأهلي. المفاجأة بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها أشرف بن شرقي. طب الزملكاويه كانوا بيسموا بن شرقي بن قلبي، طب الاهلاويه اما يجي يتالق هيسموه ايه؟ اوعى تزعل، انا مش زعلان، انت فاكر ان انا زعلان؟ انا مش زعلان، انا مبسوط، خلي بالك، اوعى تزعل. يا ترى جماهير النادي الاهلي هتسمي بن شرقي ايه عشان ترد على جماهير الزمالك بالاسم الجديد بالفالنه الحمراء مش الفالنه البيضاء؟ كابتن محمود الخطيب سؤال يطرح نفسه، اين الكابتن سيد عبد الحفيظ من النادي الاهلي؟ جماهير النادي الاهلي بتعشق حاجه اسمها سيد عبد الحفيظ. قول يا سيد سمعنا كلامك حلو يمتعنا. قول يا سيد سمعنا كلامك حلو يمتعنا. قول يا سيد سمعنا كلامك حلو يمتعنا. الجماهير كلها بتقول كده. سيد عبد الحفيظ عامل حاله في النادي الاهلي. كلكم عارفين ان سيد عبد الحفيظ دلوقتي متعاقد مع قناتين رياضيتين بيطلع فيهم على البرامج، لكن سيد عبد الحفيظ مش قادر تستفيد منه اداريا. لغيته من الاداريات، لغيته من منصب الكوره، لغيته من مدير التعاقدات، لغيته من انه يبقى تبع يعني على اساس انه يبقى حاجه كادر رياضي. طب ودوه لنا كادر اعلامي، يعني بلاش كادر رياضي، خليه كادر اعلامي، خليه يخش. شوف قناه النادي الاهلي كابتن احمد شوبير وصلها لفين. كابتن احمد شوبير دلوقتي طلع في يوم غير ميعاده القناه كسبت فوق ال 2 مليون جنيه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ عشان طلع في يوم غير ميعاده يعلن عن الصفقات. فمالك لو جبت الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ ودي رساله للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، استغلوا الكابتن سيد عبد الحفيظ يجي على قناه ان شاء الله يعمل برنامج اسبوعي. تخيل الدخل اللي هيخش قناه النادي الاهلي قد ايه؟ ولا في لغز للكابتن سيد عبد الحفيظ؟ حلو لينا ووحش لغيرنا، حلو لغيرنا ووحش لينا. هو حلو لمين؟ المفروض ده بتاعنا. سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ليها فضل عليه. لك ان تتخيل فعلا الاهلي داخل بسكواد عظيم يا جماعه. اللي مش هياخد باله، الاهلي جايب 5 صفقات من العيار الثقيل، بيستعد لكاس العالم من الانديه دلوقتي. لك ان تتخيل كميه الاصابات اللي في النادي الاهلي. والآن مع المفاجأة، وسام ابو علي مصاب، اللهم صل على النبي، كريم فؤاد مصاب، ياسر ابراهيم مؤخرا مصاب، يحيى عطيه الله مصاب، طاهر محمد طاهر مصاب. من كتر الاصابات نسينا الاهلي فاتح مستشفى. بس الكابتن محمود الخطيب فعلا اجاد وفعلا احسن، ودى الناس كلها. ممكن يكون ده راجع لضغط جماهيري، اما جماهير النادي الاهلي بحبها للنادي وشغفها ليه عايزه على طول الاهلي في تقدم. جماهير ما بتقبلش الهزيمه، جماهير ما بتقبلش التعادل، جماهير ما بتقبلش غير المركز الاول. دلوقتي النادي الاهلي يعتبر رجع لمساره الصحيح، واللي شايف عكس كده يبقى هو مش شايف حاجه. النادي الاهلي مع ابرام الصفقات
مع عوده الاصابات هنلاقي النادي الاهلي وحوش افريقيا. نتمنى النادي الاهلي ما يفقدش حاجه تانية عشان نبقى نفس الموسم اللي فات مع كاس العالم للانديه اللي ممكن يودي النادي الاهلي في حته تانية، وكل اللعيبه اللي جايه تجري النادي الاهلي عشان الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه. فبالنسبه له العالم كله هيشوفوا النادي الاهلي صبرنا ونلنا معاه، سكت بس ما فطرش على بصله. الصراحه الاهلي سكت بس فطر على صفقات من العيار التقيل. يقعد بس مع مستر مارسيل كولر يحط كل واحد في مكانه يغربل الفرقه. الاهلي قادم، الاهلي هتلاقيه مستواه في زياده. الاهلي ان شاء الله الايام اللي جايه هيبقى حاجه مختلفه خالص فنيا واداريا. شكرا ليكم، سلام عليكم.